حلم الرشاقة بيبدأ منين حضرتك يا دكتور؟ عايزة أخس يا رضوى، مش عارفة أخس. فهمتك. بيبدأ بنية، بيبدأ رفض للوضع. أنا مش عايز اللي أنا فيه ده. بدأت أكتشف أبعادي الداخلية وطموحاتي اللي قدراتي البدنية مش مساعداني عليها. فأنا رافض الوضع ده، وأبدأ أخد النية، وأبدأ أتوكل على الله، وأفكر أني طريقة هتناسبني عشان أوصل لرفع. أوكي. وأبقى شايف الهدف، وأبقى متخيلني شايف صورتي وأنا رفيع، وشايف حياتي اليومية وأنا رفيع، وشايف إيه الاختلافات اللي حصلت في حياتي وأنا رفيع، ومعمي عن أي حاجة في الدنيا غير إن أنا شايف ده. رضوى إزاي أقفل بقي؟ يعني إزاي أقفل بقي بقى؟ بصي، مش هقنعك ان الموضوع سهل قوي، ومش هقنعك ان الموضوع يعني كده. بس عايز اقول لك ان يعني هي لما ربنا بيسرها بتتيسر، بتمشي. قفلان البق مش موضوع صعب غير في اوله بس. يعني بمجرد ما تعدي اول 15 يوم، اسبوعين 3 كده، وتبدا تلمس فارق واضح. خلاص انت اوريدي موتيفد. يعني خلاص في ناس بتيجي تقول يعني بعد ما بتخش مود الالتزام ومعدتها قفلت، خلاص يا دكتور اكلني اي حاجه، انا عايز نتيجه بسرعه. خلاص حب الموضوع. الجسم بيحرق قد إيه يا أحمد في الأول؟ الديبنس، راجل ست، لا ست صغير. طبعا، احنا فيها وبس حضرتك. احنا مالنا الرجاله دلوقتي، دول مش صحابنا في البرنامج ده. يعني هم صحيح صحابنا وبيتفرجوا علينا وكل حاجه، بس هم بيضطروا عشان قاعدين جنب مراتاتهم. لكن البرنامج ده اسمه هي وبس. الست من الى اول اسبوع، اول 15 يوم، تعرف لو عملت رجيم محترم تفقد قد ايه من الكيلوهات؟ اول اسبوع عاده بيبقى اسبوع اختباري، مش اسبوع تخسيسي قوي. بيبقى اسبوع بتجس نبض الجسم يعني. برضو على حسب هي اوفر ويت قد ايه. يعني الاوفر ويت 15 غير الاوفر ويت 50 غير الاوفر ويت 70 كيلو اوفر ويت، على حسب الموضوع. اوكي. اتس ا برسنتج يعني. ماشي. نسبه وتناسب. كيلو من 10 زي 2 من 20 زي 3 من 30 زي 4 من 40. كل دول واحد. لا معلش تاني. يعني يعني انت اوفر ويت 10 10 خسيتي كيلو، زي اللي اوفر ويت 20 ما يخس 2. هم اوكي. فهي مش ارقام، هي جسم متقبل فهمت. ولا لا. وانا اعرف ازاي انا اوفر ويت؟ يعني انا اعرف منين انه انا مثلا ايه الطول مع الوزن؟ دي بتتحسب ازاي؟ بصي، كل الكاتيجوريز عندي في العياده، الاوفر ويت 5 والاوفر ويت 50. يعني خلينا نتناقش مع الناس اللي عندها مشاكل حقيقيه، اللي هي اوفر ويت 15 وانت طالع. ماشي. وزنها وطولها زائد 10. يعني وزنها وطولها اهو. معاكي لغايه 10 كيلو وانت طالع فوق طولك. يعني ايه؟ ماشي يا احمد، مش فاهمه يعني ايه وزنها يعني طولك وطولها؟ 164. انا مثلا طولي 160 مثلا. 160. يعني انت بتتكلمي ان الاوبتيمم بتاعك من 50 ل 60. ده الصح. وزن. برضو حاله صحيه، مدام مادموزيل، 20 سنه ولا 70 سنه. a lot of criteria. لا انت كده هتدخلني في 300 سؤال، نركز عشان انا. بصي، خلينا نتكلم ان في اوفر ويت محترم. واحده اللي هو الماجوريتي بتاع الناس اللي هم عندهم مشكله سمنه بجد، اللي هم بتتكلمي فوق 90 كيلو. يعني اوفر ويت رقم. دول بيبقوا مظبوطين اول ما بيبقوا حوالين طولهم. يعني طولك 160 65 انت مظبوطه جدا. لو انت اصلا 90 و100 60 انت تمام. 55 موديل يعني اوكي. ادمغه فهمت. شخصيه. فهمت. يعني انا لو طولي 160 60 تمام. ده بيرفكت. الاوفر ويت بقى بتاعي من 70 مثلا، صح كده؟ 70 وانت طالع انت عندك مشكله بقى تبدا تتكلم. اوكي. لكن عندي 7 كيلو اوفر ويت، امان مقدر لك مشكلتك. بس يعني في ناس بتموت. انا عارفه طبعا ان احمد بيجي له اوزان رهيبه. انا كنت بروح وبشوف بصراحه. في ناس ضايعه. لا طيب. الله يعينهم ويقويهم.